الواضح أن هناك أيضا مشكلة فهم بين الأطراف المختلفة عن الآخر. وأعتقد أيضا أن هناك كلمة كبيرة يعني أريد تفسير من حضرتك ليها فيما قاله السيد حازم شومان بأن النصراني الكافر إلى آخر هذه الأمور. أنا كنت سأبدأ بهذه الكلمة الحقيقة لأنها من أخطر ما يمكن، وأنا لما سمعتها يعني انزعجت جدا من أن تقال على منبر من منابر الإسلام. لا يوجد دين في الدنيا يعتبر أن دينا آخر هو دين صحيح في أصله. جميع أديان الدنيا تعتبر أن الأديان الأخرى غير صحيحة في أصلها إلا الإسلام. الإسلام يرى أن أديان الأنبياء السابقين كلهم الذين قص القرآن بعضهم ولم يقص الآخرين، كما قال تعالى: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني هناك رسل لا نعرف أسماءهم ولا أديانهم، هؤلاء كلهم نؤمن بهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع ورسله بالجمع، اللي نعرفه واللي ما نعرفوش. نحن لا نسمي هؤلاء المؤمنين بدين آخر كفار، وإنما نسميهم بدينهم. نسميهم مسيحيين أو نصارى، نسميهم يهود أو موسويين، نسميهم بوذيين، نسميهم مجوس، لكن لا نقول عنهم كفار، لأنه حكم الكفر يأتي فيما يتعلق بالتعامل بينهم وبين المسلمين، زواجا أو طلاقا أو ميراثا أو دخول مكة أو عدم دخول مكة. هنا تأتي أحكام الكفر والإيمان. ما عدا ذلك فهم مواطنون في الدولة، لهم ما للمواطنين الآخرين وعليهم ما على المواطنين الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل نصارى نجران إلى المدينة أقاموا في المسجد ولم ينزلوا ضيوفا على بيوت الناس، أقاموا في المسجد وجعل لهم مكانا، ولما حان يوم الأحد أمرهم أن يقيموا صلاتهم في ناحية من المسجد، يعني مكان منه جزء منه، ولم يمنعهم من ذلك. ولم يقل لهم في أي مرة من الأيام اللي قضوها في المدينة، قضوا معاها 6 أيام أو 7 في المدينة، لم يقل لواحد فيهم أيها الكافر، إنما سماهم بأسمائهم: يا سمعان، يا موسى، يا شيمون، يا فلان. ومن الواجب أن ندعو الناس بأحب الأسماء إليهم. يعني أنا دايما بقول لإخواني وأصدقائي وطلابي: إخواننا أقباط مصر يحبون اسم القبطي أكثر من اسم المسيحي، فسميهم أقباطا، لأنه الاسم ده مرتبط بمصر وإيجيبت والكلام اللي بيتقال في اللغويات ده، ومهما كان أصله، لكن هم يحبون هذا الاسم لارتباطه بمصر، فنسميهم القبط، وهذا يسعدهم أكثر مما يسعدهم أن تقول عنهم مسيحيين أو تقول عنهم نصارى. إخواننا الأقباط ذوي الثقافة الأجنبية يفضلون اسم المسيحي على اسم القبطي، فهؤلاء سميهم مسيحيين وعاملهم بهذا الاسم ولا تعاملهم باسم آخر. اسم النصارى اسم قرآني، نحن نقرأه في صلواتنا، ذلك بأنهم قالوا إنا نصارى، والأتباع سيدنا عيسى اسمهم في القرآن النصارى. لكن وجود هذا الاسم في القرآن لا يمنعنا من استخدام اسم آخر إذا كان أحب إلى هؤلاء الناس، ينشئ لحمة المواطنة ويقوي العلاقة بين الأخ المصري وأخيه المصري وإن اختلفت الأديان. فأنا الحقيقة أرجو أن يتنبه الإخوان الذين يعتلون المنابر ويجلسون للدروس الدينية إلى هذا المعنى الخطير، لأنه يفسد نسيج الوطن بدلا من أن يقويه، يضعفه ويفسده. جميل. طيب.